هل كان بأي شكل من الأشكال محتمل أنه سيادتك تبقى في تكريت، عايش في تكريت، في مزرعة ما في تكريت، تعيش حياتك كلها هناك، أم أنه أنت شعرت في أي لحظة أنك لا راح تنتقل إلى حياتك؟ كان ممكن أن لا أتعلم القراءة والكتابة. It was possible. أنا دخلت المدرسة بقرار. I entered. I joined school. التقيت بابن عم أمي. I met with a cousin of my mother's. كان من عمري. Who was my age. كان هو في ذلك الوقت قد نجح من الأول إلى الثاني. At the time he had passed. كنا نسبح. And we were. ثم جلسنا على شاطئ النهر. And then we sang. ثم بدأ يكتب رموز أنا لا أعرفها. And then he began. أسأله ما هذا؟ يقول لي هذا خمسة. I would ask what is. وكنت أقول له من اللي يعلمني. And I asked who taught him all these things. قال لي أنا تعلمت في المدرسة. He said. فقلت له هل بإمكاني أن أكون معك؟ And then I asked. فقررت إنه أجي أسجل طالب. So I decided to come to join school. منعوني. My family prevented me. Why? لماذا؟ لا يؤمنون بالمدرسة. They didn't believe in school. خليتهم ينامون بالليل. So I let them sleep at night. منتصف الليل And then نفسي. during the night I sneaked out of my bed. وذهبت إلى منطقة أخذت منها سيارة ورحت إلى تكريت. And I went to a place where I could jump in a car and go to Tikrit. قطعت على الأقدام مشي حوالي 3 ساعات. I had during the night. During the night. ثم سجلت طالب. That process. إذا كان ممكن إني منذ البداية. So you see, from the very beginning, it was quite possible. Yes, that I could have remained in the countryside as a peasant or as someone work as a farmer. كما هي المهنة الأساسية. Which is the لأهلنا.